أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة اليوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيقوم ابتداء من يوم الأحد 6 نوفمبر بزيارة رسمية لجمهورية السنغال الشقيقة. بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص أفاد أنه اعتبارا لعمق الروابط الأخوية والروحية والإنسانية التي تجمع المغرب والسنغال، وللمكانة الخاصة التي تحظى بها إفريقيا عند جلالة الملك ولدى المغاربة قاطبة، والاهتمام السامي الذي يوليه لها، فقد قرر جلالته حفظه الله أن يوجه خطابه السامي بمناسبة تخليد الذكرى 41 للمسيرة الخضراء المظفرة إلى شعبه الوفي من مدينة دكار. وخلال هذه الزيارة سيجري جلالة الملك محادثات رسمية مع فخامة الرئيس ماكي سال، وسيترأس قائدا البلدين حفل توقيع عدة اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. كما سيقوم عزه الله بهذه المناسبة بمجموعة من الأنشطة في عدد من الميادين. وتأتي هذه الزيارة في ختام الجزء الأول من الجولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة. حفظ الله سيدنا المنصور بالله ورفقته السلامة في الحل والترحال.